قارة أفريقيا بتتميز بتنوع ثقافي كبير، وده بسبب تنوع اللغات فيها. قارة أفريقيا فيها اللغة العربية، وفي اللغة السواحلية والهوسة والمندي، والتلاتة دول يعتبروا من اللغات الأصلية بالقارة. وكمان في اللغة الإنجليزية والفرنسية. اللغة العربية موجودة في السودان وفي شمال أفريقيا، أما اللغة السواحلية فهي موجودة في شرق أفريقيا، ولغة الهوسة والمندي موجودة في غرب أفريقيا، واللغة الإنجليزية موجودة في جنوب أفريقيا وبعض الدول الأخرى. أما اللغة الفرنسية فموجودة في غرب ووسط أفريقيا، في رواندا والكاميرون. بنجد إن اللغة العربية انتشرت في شمال أفريقيا بسبب انتشار الإسلام بالقارة ولهجرة القبائل العربية لها. أما اللغة الإنجليزية فهي انتشرت بسبب الاحتلال البريطاني، وكذلك اللغة الفرنسية انتشرت في رواندا والكاميرون بسبب الاحتلال الفرنسي. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. أفريقيا منوعة ثقافيا بسبب تنوع اللغات، يا ترى فيها كم لغة؟ يجي كده فيها 6 لغات. السودان وشمال أفريقيا فيها اللغة العربية، أما شرق أفريقيا فيها اللغة السواحلية والهوسة والمندي غربا، وجنوب أفريقيا إنجليزية، ورواندا والكاميرون غربا، ووسط أفريقيا فرنسية. اللغة العربية انتشرت في شمال أفريقيا لانتشار إسلام بالقارة وهجرة قبائل عربية. أما اللغة الإنجليزية ليه انتشرت في الجنوب، الاحتلال البريطاني أدى لانتشارها جنوبا وبعض الدول كده يدوب. ورواندا والكاميرون فيهم اللغة الفرنسية، الاحتلال الفرنسي أدى لنشر اللغة فيهم.